هل عمرك شفت بني ادم مؤذي شايف ان هو مؤذي اصلا؟ هو شايف ان انت تستاهل اصلا. هو شايف ان انت لو سمعت كلامه او مشيت زي ما هو عايز فانت مش هيحصل لك حاجه. انما انت اللي مخك صغير ومقرر ان انت تركب دماغك وتعمل اللي في دماغك، فخلاص استحمل. فاحنا لما بنلاقي ان اللي قدامنا مؤذي بالشكل دوت، تشيل من دماغك بقى فكره ان هو هيتغير، تشيل من دماغك فكره ان انت هتصلحه. لا، انت هيكون دورك ان انت تحمي نفسك وان انت تخرج باقل قدر من الاذى من هذه البيئه. تتعامل كضحيه ولا كشخص نجا من اللي هو مر بيه؟ بمعنى ايه؟ اللي انا عشته واللي انا مريت بيه واللي انا شفته من الناس دي، انا ضحيه للناس دي. انا ضحيه للناس دي، محدش يديني في ده. ولكن هل انا هعيش دور الضحيه؟ زي ما قلت لك، دور الضحيه ان انت هتقرر انه انا لست المسؤول عن الوضع اللي انا فيه، انما اللي هم عملوه فيا هو اللي خلاني كده، فبالتالي مش هعمل اي حاجه. انا لست المسؤول اصلا. ما انا بقول لك ان انا مش هحاول اغير من وضعي، ان انا مش هحاول ان انا اتحرك، انا مش هحاول ان انا انقذ نفسي، ان انا مش هحاول ان انا اخرج من البيئه اللي انا فيها. ده هنا اقدر اقول ان انت عايش دور الضحيه. لكن الوضع اللي انت عايشته هو بالفعل انا ضحيه للوضع ده، ولكن انا مش عايش دور الضحيه. مش عاجبهم طريقه الهروب بتاعتي، فمعلش يا جماعه هحلها لكم المره الجايه، او يعني هعمل خطه تبقى على مزاجكم. ما هو طبيعي انا بخرج من اذى، مش هبقى مستني موافقه المؤذي ان هو يسقف لي يقول لي الله انت قدرت ان انت تهرب من السجن اللي انا كنت ساجنك فيه. ما هو انت في كل الاحوال وحشه، يعني انت فضلتي قاعده معاهم وحشه، خرجتي وحشه جدا وبعمل كل حاجه حلوه للناس. انا قصدي في نظرهم. في نظرهم بقيتي انت على طول وحشه اصلا. انت امتى بقيتي؟ انت كده كده وحشه. ما خدي بالك، جزء من حدودك يا مش هي الحدود الجسديه ان انا بمشي من المكان، ولا هي الحدود فقط ان انا بقول له لا انا ما اقبلش اللي انت بتقوله او اللي انت بتعمله. جزء من حدودي هو فكري، ان انا منفصل فكريا عنهم. ان انت لما تيجي تقول لي ان انت وحش اقول لك عندك حق، لان انا لو قعدت اقول لك لا والله العظيم انا مش وحش، هو كده كسب. لان هو حطك في وضع ان انت تقعد تدافع عن نفسك، وان انت اوقات لو احنا اضعف من كده كمان، هو بيحطك في وضع ان انت تقعد تحاول ان انت تثبت له ان انت مش وحش، فهو كده قاعد وحاطط رجل على رجل وبيتفرج عليك. انما جزء من حدودك ومن انفصالك عنهم ان انا مش فارق لي انتوا شايفين ازاي اصلا. لانه البني ادم المؤذي هو ابعد ما يكون ان انا اخد وجهه نظرك عني اصلا باي شكل من الاشكال. ده اذا انت قلت عني ان انا وحش، فده اكبر دليل على ان انا انسان كويس. يعني تخيلي فلان بني ادم الناس كلها عارفه ان هو مؤذي وان هو بني ادم وحش، جه قال على فلان وحش، هتصدقيه؟ بالعكس، ده انت هتبقى عارفه ده لو جه قال على حد ان هو كويس انت هتخافي. انا هخاف اساسا، انا هبعد عن فلان. هو كويس ليه؟ ما هيبقى زيه. فاهمه الفكره؟ فانا مش عايزك تتصدمي، بالعكس انا عايزك تبقي فاهمه انه للاسف انا مهما عملت مش هتشاف بالصوره اللي انا عايزاها. بس انا فاهم الالم اللي جواك، انه جزء من صوره الانسان عن نفسه انه محتاج ان اهله يشوفوه انسان كويس وذو قيمه ومميز، وان انا مصدر سعادتهم في الحياه.